السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات خديجة مرشيد مع فيديو جديد، وصفة جديدة. نتمنى من الله دائما تكونوا في أحسن الأحوال. ووصفتنا ديال اليوم حليوة من حليوات العيد، العجينة وحده غادي نخرجوا منها 4 ديال الأشكال، كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين وهمويين وساهلين في التحضير ديالهم. فعلا كيستحقوا تجربة. وإلا عجبكم كالعادة ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم وحتى تعليقكم المحفزة، وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء، وفرجة ممتعة. وغادي نبداو على بركه الله في واحد القصريه. غادي ندير واحد 250 غرام من زبده المارغرين، ضفت عليها 3 الحبات ديال الجبن، وضفت عليها كاسونس من السكر الخاشن، سكر سنيده. ضفت عليهم معلقه صغيره من الفانيلا، سكر الفانيلا او فانيلا سائله اللي متوفر عندكم. غادي ندمج هاد الزبده مع السكر والفرماج مزيان حتى تولي واحد على شكل بوماط. غادي نضيف عليهم كأس ونصف من الزيت. دائما القياسات كناخذهم كأس العنبه. غادي نضيف عليهم 3 ديال البيضات. غادي نخليكم ان شاء الله المكونات مكتوبين هكا باش يكونوا معكم هكا ساهلين. وغادي نبقى نعجن في هذا الخليط هذا حتى كيولي ليا بحال شكل البوماط. كتذوب ليا ديك الزبده وكيندمجوا العناصر مع بعضياتهم، لا الفرماج ولا الزبده حتى هي، كاع المكونات كيندمجوا مع بعضياتهم. غادي نضيف عليهم 3 المعالق كبارين من بودره النشا وخميره كيميائيه من وزن 8 غرام. وغادي نضيف عليهم الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق ما كنضيفوهش مره واحده، كنضيفوه بشويه بشويه. فكيف قلت لكم بالنسبه للدقيق كنضيفوه تدريجيا كميه بكميه. انا خدات ليا واحد كيلو ديال الدقيق، دقيق خاص بالحلويات. بالنسبه لكميه الدقيق كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، وكتبقى على حجم البيض الا كان كبير ولا كان صغير. بالنسبه لي انا البيض اللي استعملت صغير الحجم ديالو شويه. المهم كميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الخليط. انا خدت معايا كيلو. صافي غادي نبقى نعجن داك العجين غير هكا بالاصابع ديالي، ما تندلكوش، غير كنعركو هكا. كيف شفتوا العجين راه كيبان لكم عجينه طريه، يعني ما قاصحه ما والو. صافي غادي نقسم هاد العجين هذا على 4 ديال الانصاف. الكميه الاولى حيت ما غادي نكهها بتا شي نكهه جمعتها في بلاستيكه، والثانيه حطيتها على جنب، والثالثه حتى هي على جنب حيت غادي نكهم. والرابعه غادي نضيف عليها واحد الكيس من الفلون بنكهه الكراميل، وغادي نعزز لها هكا المذاق ديال الكراميل بهكا بالنكهه ديال الكراميل. اللي عنده الكراميل يضيفوه مباشره، اللي ما عندوش يعني يكتفي غير بداك الفلون بهذاك الكراميل كيجي لذيذ حتى هو. صافي دخلت هذاك النكهات وداك ديك النكهه ديال الكراميل والفلون كراميل، دخلتهم في العجين. كيف شفتوا راه غير تنعرك هكا بيديا. بالنسبه للشكل الثاني غادي نضيف عليه واحد 3 المعالق او 2 كبارين ديال الكركاع اللي طحنتهم، ما سخنتو ما والو، ضفتهم هكاك. ممكن تضيفوا اللوز، ممكن تضيفوا الكاوكاو، داكشي اللي متوفر عندكم. لكن الكركاع كيجي بنين، حيت غادي نضيفوا ليه واحد المعلقه او عفوا نصف معلقه هكا من بودره الكاكاو المر، والنصف الاخر الكولاكاو هذاك اللي كيكون بالسكر اللي كيدار مع الحليب للوليدات الصغار. ماشي ضروري ديرهم جوج، ديري غير واحد فيهم، غير حيت الشوكولاته هكا كيكون مار شويه، فخفتو ينقص ليا من الحلاوه ديال هاد الحليوه هادي، فانا ضفتهم جوج. ممكن تضيفوا واحد فيهم الا بغيتوا. المهم تنعرك داك العجين هكا بين يديا حتى كيندمج ليا داك الشوكولاط. وصافي غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونحطها على جنب. هادو هما الحلوه او عفوا العجينات ديالي بربعه، يعني وحده حتى هي الرابعه ما نكهتهاش، خليتها هكاك حيت غادي ندير فيها مربى ديال البرتقال. المهم خديت داك العجين، خديت واحد الصينيه هكا، طلقته فيها هكا على شكل مربع. صافي كنطلق بيديا، ممكن تطلقوا حتى بالدلاك، ماشي ضروري ديروا غير يديكم. كنزل دوك الجوانب هكا بواحد لاسباتول. وضروري ديك الصفيحه اللي غادي تطلقوا فيها هاد العجينه هذه تكون مفرشه بقطعه من ورق الزبده باش تساعدكم منين تبغيو تهزوها هكا من هذا الاطار هذا تهزوها دغيا. المهم درت 2 معالق كبارين من مربى ديال البرتقال ومربى المشمش. يعني ممكن ديروا غير واحد فيهم. البرتقال من الاحسن الا كان ما كانش ديروا ديال المشماش، ماشي ضروري. زدت معلقه اخرى مجموع ديال المعلق المربى، يعني المعلقه ديال المربى 3 المعالق هكا كبارين. غادي نخليه بعد ما بسطت هذا المربى على العجين، غادي نخليه على جنب.
وغادي ناخذ كاس ديال المكسرات. انا خديت الكاوكاو واللوز الكركاع داكشي كاع اللي عندي، خديت منه شويه شويه وطحنتهم وعبرتهم في كاس. غادي نضيف عليهم معلقه ديال السكر، بيضه واحده، نكهه ديال اللوز او نكهه الفاني اللي متوفر عندكم. غادي نضيف عليهم هكا واحد المعلقه ديال الزبده وغادي نعجنهم مزيان مزيان حتى كيتكون عندي هكا واحد الخليط هكا على شكل بوماد. غادي نسرحو فوق هذا العجين هذا غير بشويه بشويه بواحد لاسباتول هكا، نسرح هذا الخليط هذا. فاما بملعقه او حتى بلا سباتول كنطلق هذا الخليط هذا فوق العجين غير بشويه بشويه، راه كيتطلق بسهوله، وخصوصا الا كانت الزبده بدرجه حراره المطبخ. صافي كنمشي معاه كله كنوزعه بشكل متساوي على العجين، وغادي نضيف عليه عندي انا الكاوكاو ايفيلي. غادي نضيفه على الوجه ديال هاد الحلوه كامله. ممكن تضيفوا اللوز ايفيلي اللي متوفر عندكم، انا توفر عندي الكاوكاو ايفيلي درته. غادي ندخلها الفران على 180 درجه، النار عليها غير من التحت حتى كطيب. عاد كندير عليها النار من الفوق، ما تجهدوش النار باش هكا طيب وتحمر لكم. صافي غادي ندوزو للشكل الثاني اللي منكه بالكراميل. غادي نطلق العجين بين جوج ديال القطع ديال ورق الزبده او جوج بلاستيكات، كنقطعو كنخلي ليه السمك ديالو شويه غليظ ما نرقوهش بزاف. غادي ناخذ هكا واحد القطعه دائريه وغادي نبدا نشكلو هكا على دوائر. صافي غادي نمشي مع كل نشكلو على شكل دوائر. بالنسبه لهاد الدوائر هادو الا ما بغاوش يتهزوا لكم او بداو كيخسر لهم هكا الشكل ديالهم كيديفورما، ودخلوهم هكا واحد ربع ساعه للمجمد باش الوقت اللي تبغيو تهزوهم هكا يتهزوا معكم بسهوله. فانا بصراحه ما احتاجيش ندخلهم للمجمد، هزيتهم غير بشويه. المهم في حاله ما الا هكا ما بغاوش يتهزوا معكم، صافي بواحد السكين هكا كنهز هاد الاقراص هادو ديال الصابلي. فكنستمر كنهز هاد الاقراص ديال الصابلي، كنحطهم هكا فواحد الصفيحه اللي مفرشه بقطعه من ورق الزبده، كنحط وحده حدا وحده. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل ديك الكميه كلها اللي عندي ديال الصابلي او عجين الصابلي. فبعد ما كنتهي من تشكيل اقراص الصابلي، بالنسبه لذاك العجين اللي كيتبقى لي فما كنعاودش نعجنو، كنحط قطعه حدا قطعه وكنعاود نطلقو هكا بدلاك. ما تعجنوش البنات هكا حيت العجينه ديال الصابلي ما كتبغيش تليك. صافي هكا نعاود نطلقو بالدلاك ونبدا عاوتاني نشكل اقراص ديال الصابلي. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فانا كناخذ هكا واحد القطعه ديال العجين هكا البيضه كيف شفتوا البنات، كندخلهم الفران مسخن على 180 درجه، النار عليهم ما تكونش مجهده، النار من الفوق ومن التحت حتى كتبان ليا ديك العجينه البيضاء راها تحمرات. صافي راه كنعرفوا طاب، سواء الصابلي هكا اللي بنكهه ديال الكراميل او هذا اللي نكهته بالشوكولاط. دائما كندير معاه طريف ديال العجينه البيضاء. المهم طلقت هاد العجينه هذه اللي نكهناها بالشوكولاط، طلقتها حتى هي بنفس الطريقه. خديت هاد القطعه هذه على شكل بيضاوي. المهم كنشكل العجين وكنبدا نهزو بنفس الطريقه هكا بواحد السكين، نبدا نهزو. صافي حتى هو كنهزو كنحطو في الصفيحه اللي غادي يدخل الفرن، مفرشينه هكا حتى هي بقطعه من ورق الزبده بنفس الطريقه ديال الطياب. كندير معها هكا واحد الطريف ديال العجين البيض باش نعرفوا راه طاب وتحمر. بالنسبه للبقايا اللي كتبقى لي ديال العجين فراه ما كنعجنهاش البنات، راك شتو كندير قطعه حدا قطعه وكنبدا نطلق فيهم. بالنسبه للشكل الاخير والرابع فما استعملت لا قطعه لا والو، كناخذ واحد الكميه هكا ديال العجين وكنكورها هكا بين يديا وكنعطيها على كنعطيها واحد الشكل ديال الدمعه. غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه اكثر. صافي البنات كيف شفتوا الطريقه راها موضحه في الفيديو. كناخذ واحد شويه ديال العجين هكا كنكورو بين يديا نعطيه واحد الشكل هكا مسنن، يعني الا بغينا نقولوا. صافي وكنعطيه داك بحال هكا كنعطيه شكل دمعه وصافي ما عرفتش نشرح لكم مزيان.
المهم غندخلهم للفران حتى هما كيطيبوا. حتى هما ما تكونش النار مجهدها عليهم، 180 درجه، النار من الفوق من التحت حتى كيطيبوا ويتحمروا وكنخرجهم. بالنسبه للشكل اللي بدينا به، سخنت شويه ديال الناباج وغادي ندهن الوجه ديال هاد الحليوه هذه. الا كان الفران سخون من الاحسن عاودوا دخلوها للفران هكا باش يتشمع عليها داك الناباج. خديت واحد السكين هكا تكون الشفره ديالو حاده، البنات ضروري ما تكون الشفره ديالو حاده. بالنسبه لهاد الحلوه هذه ما تخليوهاش تبات، عاد تقطعوها يعني كيف تبرد تساليو كاع الحلوه في الكلاصاج وداكشي قطعوها، حيت الا باتت كتبقى تفرتت. يعني من الاحسن غير تبرد لكم قطعوها. غادي نقطعها على شكل مستطيلات، وهاد المستطيلات غنقطعوهم على شكل مربعات صغار. يعني قسمت هاد المستطيلات على جوج، ودوك الانصاف الاخرين كنقسمهم هكا على 3. ها هي يعني بشكل مقربه الكاميرا هكا. درتها هكا في كويغطات. كيف قلت لكم البنات، هاد الحليوه هذه من الاحسن ما تبيتوهاش باش تقطعوها، قطعوها كيف تساليو كل شيء تبرد لكم على خاطرها. عاد قطعوها حيت بدينا بها هي الاولى. صافي غنستمروا بنفس الطريقه، كنقطعها وكنديرها هكا في كويغطات حتى هي راه كتجي لذيذه وكتجي معلكه. بالنسبه للشكل الثاني اللي درنا هكا ببودره الكاكاو، خديت واحد الكميه ديال الشوكولاط الاسود وكميه هكا. كان عندي شوكولاط كالا، ضفت كالا حيت بالنسبه للشوكولاط الاسود فهو شوكولاته حقيقيه ما كتجمدش دغيا، يعني ما كيبردش داك الشوكولاط هكا كيجمد دغيا. فانا ضفت عليه كالا غيعاونو باش يجمد لينا دغيا. كالا هو الشوكولاط ديال المغرب اللي كنستعملوه في المغرب، كان عندي جبتو معايا من المغرب واستعملته. صافي غادي نبدا نكلاصي في هاد الحليوات هادو. صافي نكلاصيهم هكا وغادي نحطهم في نفس الصفيحه اللي مفرشه بقطعه من ورق الزبده او بلاستيكه هكا. الا ما بغيتوش تستعملوا ورق الزبده استعملوا بلاستيكه. الا درتو شبيكه غتلصق ليكم، من الاحسن ديروا بلاستيكه حتى هي راه مزيانه تفي بالغرض. الشبيكه الوقت اللي غادي تبرد هكا الحلوه تقدر تجمد لكم وتلصق لكم في الشبيكه. صافي كنحطوا هاد الحليوه هذه ومن بعد كنبسعوها من ديك البلاصه اللي كانت فيها، غير باش ما يبقاوش هكا دوك الجوانب. بحال كنمسحوا دوك الجوانب كندير لهم واحد الفينيسيون هكا خفيفه. بالنسبه للتزيين فانا خديت هكا الشوكولاط، عندي الشوكولاط على شكل نجاره. ممكن تاخذوا لوز ايفيلي، لوز كونكاسي، الكاوكاو، اي انواع الشوكولاط هكا عندكم ممكن تزينوا به. خديت واحد شويه ديال الشوكولاط هكا الاسود، درته في واحد جيب حلواني وغادي نبدا ندير هكا خطوط. راه يعني الصوره الفيديو كيوضح. صافي هذا واجد عندنا. غادي ندوزوا للشكل الثالث. بالنسبه لهاد الاقراص ديال الصابلي فانا درت فيهم هكا واحد شويه ديال الشوكولاط من الوسط. كانت عندي هاد لابوش ديجا عامره، وصافي غادي نمشي معهم هكا بنفس الطريقه. ناخذ هكا واحد المعلقه نحاول نوزع هاد الشوكولاط هكا غير شويه. بالنسبه للوسط فانا درت هكا عندي حبات ديال البندق، قسمتهم على جوج ودرتهم. ممكن ديروا نص قرقاعه او قرقاعه او اللوز هكا ايفيلي او كاوكاو ايفيلي. المهم داكشي اللي متوفر عندكم زينوا به. صافي كنقسم هاد لي نوازيط هادو كنقسمهم على جوج. بالنسبه لهاد لي نوازيط هادو فانا دفيتهم شويه، يعني حمرتهم شويه. ما تجيوش ديروهم هكاك، من الاحسن حمروهم شويه. وغادي نزين هكا باوراق الذهب. بالنسبه لاوراق الذهب البنات راه ماشي ما غاليينش صراحه، راه ما فيهمش يعني ما كيديروش شي ثمن غالي، راه رخاص. راه واحد كنجبتو معايا من المغرب واحد 8 دراهم باش خديتهم. كيضيف هكا واحد نظره زوينه هكا الحلويات وداكشي. بالنسبه للشكل الاخير اللي درنا على شكل دمعه، خديت الشوكولاط الابيض وذوبته وضفت عليه هكا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، وضفت ليه هكا شويه ديال اللوز كونكاسي محمر او الكاوكاو كونكاسي اللي متوفر عندكم. كنبدا نكلاصي فيه بهذه الطريقه هذه، وكنزينو بالورد البلدي او حتى اوراق الذهب الا عندكم. المهم كيبقى التزيين راجع لكم، وخدموا بداكشي اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. انا صراحه الله خدمت داكشي اللي عندي في الدار، خدمته يعني جبدته وخدمته صراحه. وصافي هادو هما الاشكال ديالنا. والشكيلات ديالنا هما هادو بعد ما وجدوا فكيجيو بنانين. يعني الله شاهد عليا، جاو رائعين، جاو بنانين، كيستحقوا تجربه. وحتى الشكيل ديالهم جا زوين.
فرحوا بهم هكا وليداتكم في هذا العيد. ويعني راه ماشي شي حاجه كثيره اللي درنا فيهم او مكلفه. المهم كل واحد كيمشي على حسب الاستطاعه ديالو صافي. الحليوات ديالنا هما هادو غادي نقسمهم معكم، كيجيو مقرمشين ولداد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم. شكرا بزاف على حسن المشاهده، عواشر مبروكه، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.